عندك مواضيع لا افكار لا، انا تريد شوف ارسل لي جوله عشان باش ما يبقاوش كنسى فاروق، كنسى بك خليجي بكثره، ما كنشوف فيديوهات كدوي بخليجيه كنسى. انت فينا فاروق؟ والله الا بخير، ولكن شخبارك؟ لغه عربيه خليجيه هي شوفيتك شلونك زيك. لا، ولكن اللغه اليمنيه هي اللغه العربيه الصحيحه. اليمن اصل العرب معروفه هذه. مهم، اللغه اليمنيه هي لغه العرب الاصليه. لا اتفق، ألسن العرب مختلفه، مثلا القران نازل بسبع ألسن، لا، نحن لا فكل نتكلم عن، لهجه لا، نحن بطريقه صح. نحن لا نتكلم عن القرآن. نحن نتكلم عن اللغة. وما هو مصدر اللغه العربيه؟ القرآن أين كتب؟ القران كتب في الحجاز، في مكه والمدينه. لا، بعد. بعد أين أعيدت كتابته؟ لأنه في مكة لم يكتب، يعني كتب صحيح، ولكن كان بشكل كبير، كانوا كتب كبيرة قرآنية الحمد لله. ولكن أين؟ جمع القرآن في عهد أبو بكر الصديق، أين؟ وفي عهد عثمان بن عفان. المصحف الذي أين؟ لدينا هو مصحف عثمان. أين؟ أين كان عثمان؟ كان في مكة والمدينة. أين أول مرة كتب؟ مكة والمدينة. لا بهذا الشكل، اللي هو عندنا القرآن الكريم اللي هو دستور الله عز وجل. ومكة، كتب، مكة والمدينة. نعم كتب في مكة والمدينة، ولكن لما كتب بشكل كبير كانوا كتب كبار، ولكن كتب في مصر، لأن الكتابة أول شخص كتب مصر. أول شخص كتب، آه، كتب في مصر كتابة العربية لا لا والحوايج. لا، عندك حق، عندك حق. أنت تقصد مخطوطات القرآن، أقدم مخطوطات لدينا على القرآن. لا، كتب إذا تقصد لخص مخطوطات مصر. عندك حق. نعم، أنا هذا هو قصدي. أنت شو أخبارك أخويا فاروق؟ والله نكافح مع الحياة، الحمد لله، الله مغرقنا بنعمه، اللهم لك الحمد. فالحمد لله دائما لا وابدا. تحصى، لا تحصى ولا تعد. نعم الله على العبد ديالو لا تحصى ولا تعد. لا تحصى ولا ترى، تعد. هل تعرف ما هي اهم نعمه؟ هي انك حي. طالما لا زلت حي، وجودك مستمر، تستطيع ان أنا تكون كل ما تريد. أنا أقول يا أخي فاروق بأن أحسن نعمة هي عدد النعم التي أعطانا إياها الله. نعمة الصبر نعمة جميلة، نعمة الحرية نعمة جميلة، نعمة النوم نعمة جميلة، نعمة الأكل نعمة جميلة، نعمة الجواز نعمة جميلة، نعمة العطاء نعمة جميلة. أي نعمة جميلة، أي نعمة أعطى لنا الله. مثلا تصور أنت مريض، راه يضرك صبعك هذا تهرس منه شي سبيطار دابا، راه تحمد الله وتشكره باقي ما تهرسش. أي نعمة. واقول لك كلمه، هذه الكلمه قالها صديقي بو 20: الحريه اهم من الخبز. كشخص جرب السجن، نعم. وعزله. كشخص، لا مجرب العزله، جربت السجن عادي. أسوأ شيء هو تلك الجدران الأربعة والملل. لا ونفس هاتف، لا اليوم ونفس تلفاز. اليوم. السجائر. لا لا التلفاز، أدخن، الحمد لله. انا كان عندنا التلفاز ميدي، افلام كل مره كدير فيلم. فسحه كنت كنخرج اعمل يوغا ولا صبين حوايجي بحال هكا انشرهم، وارجع الغرفه اتفرج في ميدي ان تي في، ولا اتفرج في اي فيلم. كنت نطلع على ذاك الفيلم، كنت بروغرام عليه، كنت نقول لهم سكسو راه الفيلم، كنت تصنت. السجن كيف اقول لك؟ والله لا، والله لا تتمنى لعدوك، أقسم بالله لا تتمنى لي. يكون بيني وبينك حرب وعداوة، لا أتمنى لك دقيقة في السجن، والوالدين خصوصا. وانا لا اتمنى للاشخاص الكآبة. شوف الدرجة التي وصلت لها في الإنسانية. أنا أريد شخص أن يكون سعيد، أتمنى له السعادة. أنا أصبحت أتمنى السعادة، لأن السعادة وراحة البال هي أهم شيء في هذا العصر. أنا أصبحت أتمنى السعادة وراحة البال، لأنهم هم أهم شيء في هذا العصر. عصر التكنولوجيا، وعصر يعني عصر العولمة، وعصر السرعة، وعصر التقلبات، وعصر الضغوطات، وعدة أشياء يعني
تخليك زعما تفضل السعاده وراحه البال على اي شيء. تعرف، وكلما زادت الرغبات كلما زادت تعاستك. كلما رغبت في اشياء اكثر كلما كنت اتعس. لا وكلما رغبت بالعكس، في قول بالعكس بالعكس. لا 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 يا اخ فاروق، غلطتي. كل ما رغبت باشياء هنا، هل رغبت في ذاك الشيء بقلبك وعقلك واردت ان تصل لذاك الشيء، ذاك الشيء، فانها صحيحه، لانك تحلم بان تعمل شيء. الخطا هو بانك تكون عايش يعني بدون حلم يا اخي فاروق. هذا هو الأسوأ، أسوأ السويين هو تعيش بدون حلم. ولكن عندما يكون عندك أحلام تقول يعني تفيق الصباح تقول عندي اليوم راح اروح لاصال، راح اروح الجيم، اليوم راح اروح المدرسه، اليوم راح اعمل، راح ادير. ولكن لما ما يكون عندك حلم تفيق محطم. اتفق معك ولا اتفق، لان ما قصدته ليس الحلم، ما قصدته هو الرغبه. فعندما الرغبه في اي شيء. كيف اوضح لك؟ مثلا ساشرح لك انا موقفي. انا انسان عشت الفقر. انا شخص عشت تقريبا 11 سنه في الفقر المدقع. كان حلمي ان تتحسن وضعيتي. هذا ليس حلم، هذا ليس حلم، هذا ليس حلم فيلسوف، هذا ليس حلم. لا لا لا، انقاطك اخي فاروق، هذه الكلمه خاصك تسحبها. هذا ليس حلم دريت كيف فيلسوف قاري كتب. لان الحلم ليس هو منزل، او الحلم ليس هو دير شي هدف. الحلم هو تكون سعيد في حياتك ومرتاح وانت حاب داكشي اللي كديرو، ماشي من اجل المال، ليس من اجل المال، بل بانك سعيد في داك الشيء، بل بانك مني ما كديرش داك الشيء كتكون مكتئب وكتكون في عزله ديالك. هذا هو الفيلسوف. اما الفيلسوف ما كيديرش شي حاجه، شي بلون في حياته، لانه هو يصنع، ما كيتسناش يوصل لشي حاجه، هو باغي يوصل الناس لشي حاجه. هذا هو الفيلسوف اخي فاروق. لا اتفق معك، لا يجب ان نضع اطار للاشياء. تتفق. على الفيلسوف والمفكر ان يرغب بالمال. من لا يريد المال؟ كل ما لا لا لا، العكس. لا، الفلاسفه لا يرغبون في المال. خير دليل تسلا كان عنده ازيد من 1000 اختبار واختراع وما بغاش لم يريد بيعهم لامريكا، لانك عرف بان غتستعمل فيها حروب وغتستعمل فيها هكذا. تسلا لم يريد فلوس. مثال إديسون اراد المال، وإديسون اشهر من تسلا. لا 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 لا. في ماذا تقصد حقق ما لا يحقق؟ المصباح من إديسون. إديسون عنده عدد اختراعات اكثر. إديسون للآن نعيش في ظل اختراعاته، بينما اختراعات تسلا بقيت حبر على ورق. نتحدث عن عظمة تسلا وعن إنجازاته وغيرها، لكن غالبها لم تصلنا. بينما إديسون الذي لا لا لا، وصلتك ولكن لم تطبق. طبقت ووصلت. فاروق اعطيني دقيقة. القبة الحديدية ما الذي يحميها؟ تسلا ترى عنده القبة الحديدية، البيت الأبيض ما الذي يحميه؟ مضاد الصواريخ ومضاد الطائرات. هو اللي داروا تسلا وما بغاش يعطي الامريكان، وتشفر ليه 12 صندوق من بلغراد، من العزله ديالو مني مات. ولكن ابن العم ديالو خدا دوك الاخرين ومشى حرقهم. حيت تسلا كان ما باغيش يبيع داك الشيء، وكان عارف داك الشيء غيستعمل في شي حوايج اللي خايبين. ممكن، والحياه وجهات نظر. انا مش وجهه نظر، حنا كنتكلموا على تسلا زعما، حنا ما كنتكلموش. اما بالنسبه نرجعوا للموضوع ديال اديسون اشهر من تسلا، لا، تسلا اشهر من اديسون، وانا نقول لك لماذا. اديسون شعل لنا مصباح، ها هو ياك، في هذا البيت، هذه الغرفه فيها مصباح. تسلا اشنو جا دار وراه بعامين ولا ما تحرق ليه المختبر ديالو، حرقوا لي اديسون، مشى دخل في عزله عامين اخرى، وراه العام الخامس بجا اختراع اللي جابيه وفشل. اديسون في ظرف 5 سنين باش يدير هذا الاختراع، وجا تسلا دارو شنو هو عندي مصباح، هو شاعل، هو شاعل مصباح اخويا فاروق، شيه هو انا عندي مصباح. اديسون صنع لنا هذا المصباح صافي. شوف تسلا اش دار، نقدر نشعل لك هذا، نقدر نشعل لك هذا عاوتاني، نقدر نشعل هذا، نقدر نشعلهم كاملين
في بيت واحد. اما اديسون اخترع غير هذا ووقف ستوب فيكس، وقف عند هذا الاختراع. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ هادو راه اختراعات، ما كندويش على دانون انا ولا شي زوين. فهمني، انا فهمتك لكن انت لم تفهمني. انا فهمتك، انا لم افهمك لان لم افهم وجهه نظرك يعني زعما انا فهمتك. انا شخصيا لو خيرتني يا اكون تسلا يا اكون اديسون ساريد اديسون، لا اريد ان اكون مثل تسلا. انا اريد ان اكون مثل تسلا. انا اديسون كيف عاش المال والثراء وعاش الحياه المخمليه والباذخه، لا يا هم، اريد ان اعيش هكذا. العزله اجمل من ذلك بكثير. لا عرفتي كيفاش كل واحد ووجهات نظره. تسلا اجمل. يمكن، هل تعرف كل انسان يريد الشيء الذي يفتقد له، فانت تفتقد الى العزله والهدوء. لا انا زعما اخي فاروق، انا في حياتي لم اكن ثري او اكون غني، ولكن حتى لما جاء لم اريد ذلك. لاني في عزلتي مرتاح. انا ممكن اروح تايلاند، اروح حر اكثر مني. انا اريد الحريه، اريد الحريه اريد الحريه. انت حر اكثر مني، انا لازلت مقيد بالطمع والرغبه بالمال. انت تحررت. هذا شيء جميل، لانه سيف ذو حدين. انت عندك يعني هدف، هذا ما يجعلك متحمس في حياتك وسعيد في حياتك وتطمح لذلك الهدف. اما انا يعني فقط البوصله، لا اريد اي هدف. هذا هو الفرق بين. لا انا عندي خوف، تعرف الخوف من العوده للفقر، الخوف من الرجوع للقاع. لا دائما راه هنا الفكره يا اخي فاروق. هنا قلت لك انا علاش يعني لم اريد اتباع المال، باش ما نعاودوش نسقطوا، نبقى حياتي لوبيا عدس بيض، حياتي تبقى كما هي. والمال مش في يعني المال مش عاملينه في البنك، ولا المال عاملينه في العربيه تحت الارض دافنو تم، ومش محتاجه. انا 70 درهم في اليوم او 50 درهم كافياني يعني اخي فاروق باش نكفي يومي. لا يا اخي اسمعني، انا احييك على الكرم، احييك على مساعده شرف لي. لا المغاربه منذ مجيئهم لهذه المملكه السعيده، لهذه الارض، ارض الشرفاء، وهم يساعدون انفسهم، وهم مع بعضهم، وهم دائما عند الالتحام يكونون الرجال في اي مجال. الحمد لله. انا لست الا مواطن مشاغب في هذا البلد العظيم، واحترم هذا البلد العظيم، واحترم جميع المؤسسات لهذا الكيان العظيم، هذه الدولة العظيمة. واحتراماتي لك أخي فاروق. الله يحفظك، يومك سعيد إلياس، فرصة سعيدة، الله يوفقك، الله ييسر لك. في رعاية الله وحفظه. في رعاية. سلامتي. دريوش.